مقابلة اللي جمعت ما بين فريق النصر السعودي والهلال السعودي اللي كانت بمثابة ديربي سعودي، مقابلة ديال نهائي كأس سلمان للأندية العربية أو ما يسمى بكأس العرب الموسم 2022-2023. هذا الكأس اللي عرفت الفوز التاريخي للفريق النصر السعودي ضد فريق الهلال السعودي بهدفين لواحد واللي سجلهم كريستيانو رونالدو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ابرز الارقام القياسيه اللي حطمها الظاهره او الاسطوره البرتغاليه كريستيانو رونالدو في هذه البطوله. كريستيانو رونالدو اول شيء كيتعتبر هو اول لاعب في تاريخ هذه البطوله اللي كيسجل في جميع ادوار البطوله، بمعنى انه استطاع انه يسجل هدفين في الدور الاول ويسجل او ما يسمى بدور المجموعات، وسجل في الدور الثاني ضد فريق الرجاء البيضاوي، وسجل في الدور النصف النهائي ضد فريق الشرطه القطري، واستطاع ايضا انه يسجل هدفين في المقابله النهائيه. وبذلك تعتبر كريستيانو رونالدو اول لاعب في هذه النسخه كيسجل في جميع الادوار. الرقم الثاني اللي حققته الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هو أنه أول هداف أو الهداف التاريخي لهذه الدورة، بحيث أنه وصل 6 أهداف، علما على أن أكثر هداف في هذه البطولة ما وصلش فقط حتى 4 أهداف. لكن الظاهرة كريستيانو رونالدو قدر أنه يكون أول لاعب كيوصل لسقف 6 أهداف في البطولة العربية. الرقم الثالث هو أنه كيعتبر كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في التاريخ كيقدر أنه أجنبي يجيب كأس سلمان أو كأس العرب لفريق النصر السعودي. فريق النصر السعودي ما سبقش له فاز ولا أي نسخة من هذا الكأس، بالمقابل فريق الهلال السعودي فاز ب3 نسخات. وكيعتبر كريستيانو رونالدو أول لاعب كيفوز بالشامبيونز ليغ وأيضا كيفوز بطولة كأس العرب. كريستيانو رونالدو من الجانب الشخصي أو الألقاب الفردية كيصبح أنه كيستمر أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم، بحيث أنه كيزيد كيوسع الفارق ما بينه وبين المطارد ديالو المباشر ليونيل ميسي. مع العلم أن ليونيل ميسي هو أيضا يسجل حاليا في فريق ميامي، لكن رونالدو فبعد مقابلة فهو كيزيد كيسجل وكيوسع الفارق لأزيد من 30 هدف كفرق بين اللاعبين. أرقام أخرى كتثبت على أن كريستيانو رونالدو حقق وهو أول لاعب في سن 38 سنة كيستطيع أنه يسجل 6 أهداف، وبالتالي فلم يسبق أي لاعب في سن 38 سنة سجل 6 أهداف في هذه النسخة. وبالتالي كيعتبر كريستيانو رونالدو هو أول لاعب على مدار تاريخ كأس العرب في سن 38 سنة أو أزيد من 38 سنة يفوز بكأس العرب ويسجل 6 أهداف كهداف لهذه النسخة. ما تنساوش تخليونا واحد جيم واحد لايك، تدعمونا بهذا الفيديو وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا. الى اللقاء.